لو انت مستثمر بيدور على دخل ثابت من الأسهم أو حتى متابع عاوز يعرف الشركات اللي هتوزع أرباح قريب، فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الشركات اللي أعلنت عن توزيع أرباح خلال الشهر الجاي، وهقول لك كمان مواعيد الاستحقاق وقيمة الكوبون، وهل دي فرصة تستحق تدخل فيها ولا لأ. الأول خلينا بسرعة نفتكر مع بعض يعني ايه توزيع أرباح. ببساطة كده، توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة اللي بتقرر تديه للمساهمين بتوعها. ممكن يكون نقدي يعني فلوس بتدخل في حسابك في شركة السمسرة، أو توزيعات أسهم مجانية يعني الشركة بتزود رصيدك بعدد أسهم إضافي بدون ما تدفع أي حاجة. تمام، ليه موضوع توزيعات الأرباح ده مهم جدا؟ الأسهم اللي بتوزع أرباح منتظمة بتدل على إن الشركة عندها ربحية واستقرار مالي، وكمان بتديك دخل شبه ثابت زي ما اتكلمنا عنه في الفيديو ده. وعشان تستحق الأرباح دي لازم تكون شاري السهم قبل يوم ما الشركة تقفل سجل المساهمين اللي بيستحقوا التوزيع، واليوم ده اسمه تاريخ الاستحقاق. تمام، ايه هي الأسهم اللي هتوزع أرباح الشهر الجاي؟ أول سهم معانا هو سهم أوراسكوم كونستراكشن، قيمة الكوبون 12 جنيه 23 قرش، نسبته من سعره الحالي 3%. الكوبون ده هيتوزع يوم 13 أغسطس اللي جاي، وتاريخ الاستحقاق هو يوم 6 أغسطس. بالنسبة للسهم آخر توزيعاته قبل كده وزع في شهر يناير 2025 11 جنيه 20 قرش، والمرة اللي قبلها كان في أغسطس 2024 اللي فات كان 9 جنيه و70 قرش. معنى كده إن السهم ده بيوزع عادة مرتين في السنة. وطبعا احنا حسبنا النسبة على سعر السهم الحالي لأن السهم من شهر واحد بس كان ب 250 جنيه، فلازم ناخد بالنا واحنا بنحسب لو معانا السهم نحسب على سعره في المحفظة مش على سعره في السوق حاليا أو حتى وقت الاستحقاق. وده عشان نعرف نسبة توزيع السهم ليك تحديدا كام في المية في حالة انك هتقارنه بعائد سهم تاني أو عائد استثمار تاني. تاني سهم هو سهم المالية والصناعية المصرية، هيوزع 37% سهم لكل سهم أساسي. لو هتحسب نسبة كده هيكون 37 سهم لكل 100 سهم أساسي، يعني مجازا كده هنقول نسبة التوزيع 37%، وده لأن سعر السهم بينزل في حالة توزيع أسهم مجانية. تاريخ التوزيع هيكون يوم 7 أغسطس اللي جاي، وتاريخ الاستحقاق هو يوم 6 أغسطس قبله بيوم. آخر توزيعات للسهم كان 15 جنيه على 3 أقساط يوم 30 إبريل و20 أغسطس و30 سبتمبر، 5 جنيه في كل قسط. لكن لازم ننوه هنا إن اللي هيشتري السهم دلوقتي مش هيكون ليه الحق في الكوبونات النقدية، هيكون ليه الحق بس في الأسهم الموزعة. وده لأن يوم استحقاق الكوبون النقدي اللي هو كان 15 جنيه كان يوم 27 إبريل اللي فات، يعني اللي كان معاه السهم يوم 27 إبريل ده اللي يستحق ال 15 جنيه على الثلاث دفعات حتى لو باع السهم بعدها. يعني هياخد ال5 جنيه بتاعته يوم 20 أغسطس ويوم 30 سبتمبر حتى لو مش معاه السهم حاليا. وبالنسبة للسهم وزع السنة اللي فاتت 7 جنيه على 3 أقساط برضو، تاريخ الاستحقاق كان يوم 24 إبريل، والتوزيعات كانت بالترتيب 2 جنيه يوم 30 إبريل و2 جنيه يوم 20 أكتوبر و3 جنيه يوم 1 ديسمبر. وده يعتبر من الأسهم الكويسة المنتظمة في توزيعات الأرباح مع أداء محترم جدا للسهم على المدى الطويل. السهم عامل السنة اللي فاتت بس ارتفاع 150%. تالت سهم هيوزع معانا الشهر الجاي هو سهم مينا فارم للأدوية. السهم هيوزع 2 جنيه ونص بنسبة 1% من سعره الحالي. التوزيع هيكون على جزئين، يوم 17 أغسطس هيوزع جنيه وربع، ويوم 16 نوفمبر هيوزع جنيه وربع برضه. تاريخ الاستحقاق هو يوم 12 أغسطس اللي جاي. بالنسبة للتوزيعات السابقة للسهم، في 12 مايو اللي فات السهم وزع جنيه 65 قرش، والسنة اللي قبلها كان 2 جنيه 80 في 10 يوليو 2023. رابع سهم معانا هو سهم المصرية لخدمات النقل ايجي ترانس. التوزيع هيكون 25 قرش بنسبة 3.6% من سعر السهم الحالي. التوزيع هيكون يوم 7 أغسطس اللي جاي، وتاريخ الاستحقاق اللي لازم يكون السهم معاك فيه عشان تاخد الكوبون هو يوم الاثنين 4 أغسطس اللي جاي. بالنسبة للتوزيعات السابقة، السنة اللي فاتت السهم ما وزعش أرباح، السنة اللي قبلها كان التوزيع 13 قرش في يوم 17 مايو 2023، والشركة تقريبا بتوزع كل سنتين مرة. تمام، مبدئيا كده دي مش توصية شراء وبيع، وبأكد ان عشان تقدر تستفيد من التوزيع لازم تكون شاري السهم قبل يوم الحق، وبعدها الشركة بتحول الفلوس ليك في حسابك خلال ايام. لكن خد بالك سعر السهم عادة بيقل بقيمة التوزيع بعد يوم الاستحقاق،
يعني لو الشركة وزعت 2 جنيه السهم غالبا هيبدأ تاني يوم أقل ب2 جنيه. فلو انت مستثمر طويل الأجل التوزيعات دي بتكون دخل إضافي ليك، ولو مضارب لازم تحسبها صح قبل ما تدخل.